علي معلول مركز على الشبكة، وعلي معلول داخل وهي وهوبا يا عيني. الله 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 الله، علي معلول حط الكورة. في مباراة من أمتع مباريات كاس السوبر، الأهلي قدر اللي هو ينجح ويفوز على بيراميدز بهدف مقابل لا شيء، وقدر كمان اللي هو يتوج ببطولة السوبر المصري على حساب بيراميدز. في مباراة أنا شايف اللي هي من أمتع مباريات السوبر اللي أنا شفتها في حياتي. مباراة بصراحة كانت قوية جدا، وبيراميدز كان داخل ما بيهزرش. بيراميدز كان عاوز ياخد البطولة، أو كان عاوز ياخد بطولة من النادي الأهلي بأي طريقة، وده اللي كان باين من أول دقيقة لحد آخر دقيقة. لكن أمام النادي الأهلي فيجب عليك الحذر. النادي الأهلي أفضل فريق في أفريقيا ومن ضمن أفضل الفرق في العالم. يلا بينا كده نخش نتكلم مع بعض عن تفاصيل المباراة، ونخش نتكلم شوية عن الخطة اللي بدأ بيها كولر بدأ ب 3-4-2-3-1، وانا بصراحه كنت شايفها مفاجاه من كولر. الناس كلها كانت بتقول ان كولر هيلعب ب 4-3-3 زي ما حصل في مباريات افريقيا وكمان في اخر مباريات الدوري. لكن كولر بيفاجئنا باحمد قندوسي، الصفقه الجديده اللي الناس كلها بصراحه كانت معجبه باللعيب ده. احمد قندوسي من اول ما جه النادي الاهلي انا عارف اللي هو هيثبت نفسه مع النادي الاهلي، وبصراحه لو احمد قندوسي استمر مع النادي الاهلي بالاداء ده وحسن اداؤه شويه هيبقى من افضل صناع اللعب في مصر وفي افريقيا كمان. نرجع بقى كده نقول الخطه مع بعض. طبعا بدا بمحمد الشناوي في حراسه المرمى، رباعي خط الظهر محمد هاني اللي انا هقف عنده شويه. محمد هاني بصراحه لما كان طلع كانت مفاجاه وكانت صدمه بالنسبه لي. محمد هاني بصراحه كان عامل مباراه كويسه جدا، ولحد دلوقتي انا ما اعرفش السبب ايه اللي كولر طلعه. محمد هاني لما كانش بيشتكي من حاجه وما كانش معاه انذار، فاعتقد تبديل خالد عبد الفتاح بمحمد هاني دي اكيد وراها سر من كولر، لان تبديل محمد هاني للعيب ما كانش مصاب ولا اللعيب معاه انذار، فده اكيد سر من كولر او تبديله سحريه من كولر. وطبعا قلبين دفاع وهم محمد عبد المنعم ومحمود متولي، وطبعا باك شمال علي معلول. في نص الملعب كان بيلعب باثنين وهم حمدي فتحي ومروان عطيه، وصانع لعب طبعا كان احمد قندوسي. وكولر كان بيلعب بثلاثي هجومي وهو احمد عبد القادر ومحمد شريف وبيرسي تاو. نيجي كده لابرز المشاكل اللي قابلت النادي الاهلي، وهي طبعا خط النص. طبعا لما كولر كان بيلعب بطريقه 4-3-3 كان خط النص وخط الدفاع كان بيبقى متامن بسبب طبعا خط النص. الاهلي كان بيلعب بثلاثه في وسط الملعب، خط النص كان فيه مشاكل كتير جدا. ولو كان بيراميدز معاه عبد الله السعيد، لو عبد الله السعيد كان سليم وكان لاعب المباراه دي، كنا ممكن نشوف فرص كتير جدا بالجمله على مرمى محمد الشناوي. لكن انا اللي بصراحه اللي مستغربه في المباراه دي ان كولر لعب باحمد قندوسي مركز رقم 10، ما لعبش برقم 6. لو كان لعب باحمد قندوسي رقم 6 او رقم 8 كنا ممكن نشوف توازن في خط النص بتاع النادي الاهلي، لكن هو كان بيلعب احمد قندوسي رقم 10 اللي هو مركز صانع اللعب، وعشان كده كنت بتشوف مشاكل كتير جدا في دفاع النادي الاهلي. اما بقى في حته الهجوم فكان في مشكله طبعا، وهي كهربا ما لعبش اساسي في المباراه، وطبعا كنا لازم نشوف كهربا اساسي، وكهربا لما نزل غير المباراه 180 درجه. لو تلاحظ معايا اللي هو جاب ضربه جزاء وكان ممكن اللي هو يجيب الهدف الثاني ويقتل اللقاء في الدقيقه الاخيره طبعا من الشوط الثاني الاضافي. وانا شايف ان كهربا بعد كده هو اللي يلعب اساسي ويخلي شريف ينزل بديل ليه في الشوط الثاني لحد لما الاهلي يجيب مهاجم الموسم الجاي ان شاء الله، لان خلي بالكم كهربا مؤثر جدا جدا. خلصنا كده من ماتش السوبر، وطبعا هنوجه رساله للاعيبه النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي نقول لهم الف مليون مبروك البطوله ال13 او بطوله السوبر ال13. ان شاء الله منتظرين منكم المزيد، وباذن الله كل البطولات بتاعت السنه دي نحققها. نيجي بقى نتكلم عن مباراه الاهلي القادمه. الاهلي عنده مباراه الترجي التونسي في رادس. خلاص الاهلي هيلعب يوم الجمعه القادمه الساعه 10 بتوقيت القاهره في مباراه هتبقى صعبه جدا من رغم ان ما فيهاش جماهير. وخلاص الكاف النهارده او امبارح طلع ان مفيش جماهير في مباراه الاهلي امام الترجي في رادس، لكن في القاهره عادي. طبعا لجماهير الترجي عملت مشاكل وعملت شغب، وخلاص الاهلي اتاجل له مباراه حرس الحدود اللي هي يوم الثلاث بسبب طبعا سفر اللاعبين من الامارات للقاهره، وبعدين من القاهره لتونس او من القاهره لرادس. طبعا هيكون فيها مجهود كبير جدا، ولكن بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في المباريات القادمه، وباذن الله هنكون موجودين مع بعض. وانا بصراحه بعتذر على التاخير، عارف ان انا متاخر وعارف ان انا مقصر بصراحه. بقالي فتره كبيره قوي ما بعملش فيديوهات، بقالي تقريبا شهر ونص او شهر وشويه، ولكن باذن الله ما هيكونش في تاخير، وباذن الله هنكون مستمرين مع بعض. وبس كده وكده كنا وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفكم على خير، مع السلامه.